السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. نشتي اليوم نفتح موضوع المرأة النموذج، المرأة اليمنية النموذج التي ترفع راسك بها، وبعض النساء الذي يلاقن الانتقادات بسبب خلل في اللبس أو الشعر، أو نشتي نناقش هذا الموضوع وندخله من عدة جوانب. أول حاجة نشوف أول نموذج صحيح يرفع الرأس، نموذج تستحق المتابعة، نموذج تستحق الشكر والتقدير. عليكم متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اذكروا الله وصلوا على النبي. مرة ثانية أنا والقبيل هذا. طبعا شفنا كلنا ما شاء الله تبارك الله على أخلاق وعلى يعني حتى يبدأ كلامها بذكر الله والصلاة على النبي وتذكير الناس بالصلاة على الرسول وعلى آله، يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه نموذج يمني يرفع الرأس، هذه نموذج يمني تستحق الاحترام بأمانة. يعني بالرغم انها عايشة في بلاد الحرية، ما يسموها الحرية في امريكا، ومتزوجة امريكي، يعني حرية الحرية، ومتخرجة من جامعة هناك، متمسكة بعاداتها وتقاليدها ومتمسكة بدينها، هذا يعتبر تمسك بالدين. هذه امرأة تسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا النموذج اليمني الذي احنا ما ننتقداش، النموذج اليمني الذي اتحدى اي انسان انه ينتقدها. هذا النموذج اليمني الذي احنا نشياء ترفع راسنا، وفعلا رفعت راسنا باخلاقها، بكلامها، برزانتها، بحجابها، وبنفس الوقت جسدت لنا معنى الحرية. ليس معنى الحرية او معنى يعني مثل بعض الناس بيفهموا الحرية بشكل خاطئ، او بعض النساء مع الاسف الشديد الذي بتتبرج وتبدي شعرها وتبدي صدرها، تلبس لبس شماتي وخلاص عندها حرية. هذه مش حرية، هذا نقص دين، هذه قلة أخلاق عندنا احنا كشعب، مش كشعب يمني، احنا كمسلمين هذا يسمى عندنا ايش؟ قلة أخلاق يعني، وقلة دين، ما يجوز من الله. لذلك يا جماعة الخير، هؤلاء النماذج الذي يستحقون هذه المرأة ومن أمثالها، هؤلاء هم النماذج الذين يستحقون الدعم ويستحقون المشاركة ويستحقون المتابعة. بالرغم أنها جت عن قريب في السوشيال ميديا وبدأت تسوي فيديوهات يعني عن قريب، لكن ما شاء الله معها متابعين والكل بيحترمها، وما قد سمعت أي انتقاد في أي تعليق لحق الفيديوهات. ليش الباقيات بينتقدون؟ ليش تزعلي لو ما ينتقدك إن أنت بديتي شعرك؟ هل أنا مع الذي ينتقد أو ضد؟ أنا مع الذي ينتقد. أقول لك ليش؟ لأن أنت بتشجعي ضعيفات النفوس أو قليلة الدين إنن بيسوون مثلك باسم إنها يمنية. لا، إحنا عندنا باليمن ما عهدناش هذه الأشياء. إحنا عندنا باليمن الأخ ما يشوف شعر الزوج، يعني الأخ ما يشوف شعر زوجة أخوه، ما يشوفها، والله ما يشوفها. يعني أسر محافظة، يعني أسر بتخاف الله، أسر بتطبق شرع الله، بتطبق دين الله، وما يجوز التبرج. ما يجوز. انت لو ما تتبرجي وتتحومري وتتبوتري وتبدي شعرك وتبدي على الشاشة على السوشيال ميديا يشوفك الملايين، مش الا اخو زوجك ولا ابن عمك ولا ملايين، هل تستحق الاحترام؟ بأمانة لا تستحق الاحترام، تستحق الانتقاد. والانتقاد هذا لكي لا يكثرن هذه العينات باسم اليمنيات. احنا يكفينا بلاوي كثير خرجت علينا وباسم انهن يمنيات، والله العظيم، مثل امل سالم، ومثل الزبالة هذه ايش اسمها، امل سالم وهدي المانع، وكثير كثير يعني بس ما احفظش اسمها. انا ما احبش ان انا اتابع هذه العينات. ويكفي ان ظهروا لنا ناس باسماء اليمن مثليين وما قد حصلت بالتاريخ، مصعب وغيره وليان والبنت هذيك الذي سمت نفسها اني قالت اني بنت عيدروس، وبيستفزوا قليلين العقول بس بكلام اني احب اني اسكر وانت مش دخلكم اني اليمنيين، اني على اساس بس تحصل تعليقات، تستفز الناس على اساس تحصل تعليقات. هؤلاء الناس تجاهلوهم. والله العظيم علاج هؤلاء الناس ليس الانتقاد وانما التجاهل. انتقدتم هذه المانع وتابعوها ضعيفين النفوس ورفعوها وخلوها، يعني خلاص كان بديت شوية شعر، بعدين شوية، ذا الحين بتبدي صدرها، بتبدي أجزاء من جسدها. لا يجوز لا من الله ولا من
شوفي هذا عاد انت في مصر والله بعد ضعيفة النفوس عادي ما خرجت الا دولة يعني، يا اما لاجئة في اوروبا مثل امل سالم، يا اما في مصر مثل هذه المانع وتبدا تتبرج. شوفوا النموذج الحقيقي، شوفوا المراه اليمنيه الحقيقيه، سارت امريكا ودرست وتخرجت وتزوجت وعولت وكبرت ومتمسكه باخلاقها. بامانه الانسان المحترمه اليمنيه التي تنتمي الى اليمن، اي امراه تنتمي الى اليمن بتحترم عادات وتقاليد اهلها، بتحترم عادات وتقاليد اهل اليمن بصفه عامه، بتحترم الناس اقل حاجه، مش بتطلع لي بشكل مزري وتزعل ليش انتقدوها. وعد في من بعض قليلين العقول وخفيفين العقول ومدلسين ويعني ما يستحوا على وجيههم يزعلوا ليش انتقدوا، يعني بيدوا لنا يعني بيفسروا الحرية بشكل سلبي. الحرية ما هيش كذا يا حبيبي، الحرية انك تكون حر فيما تاكل، حر فيما تلبس، حر بس فيما يرضي الله، حر فيما تشتري، حر فيما المكان الذي تسير تزوره حر. اما انك حر باشياء الله حرمها عليك، لا انت مش حر، محرم عليك. كيف حر؟ مش حر، بالعكس هذه ما هي حرية، هذه تسمى قلة اخلاق. وهذا ما يسعى اليه اعداء المسلمين، بالذات اعداء المسلمين والله العظيم، بالذات باليمن، لان هذه الدولة الوحيدة اللي هي محافظة بشكل قوي. هم يريدوا أن يفسدوا أخلاق الناس، إذا فسدت الأخلاق خلاص فسد الدين. هذا ما يسعوا إليه أعداء الإسلام وأعداء الدين. إذا فسد الأخلاق فسد الدين. لذلك رسالتي للناس كلهم بالذات اليمنيين، يا جماعة الخير هؤلاء الزبالة أو الذي ما بيفهموش بالنص أو ما عليكم منه. امرأة عادي تطلع جديد على السوشيال ميديا مبدي شعر عادي، انتقدوها يمكن تستحي وترجع على وجهها، يمكن تستحي وترجع، وعلشان اكثر من يعني، واذا شفتم معبش منها خلاص يعني هذه على التربيه، اصبحت امراه بلا تربيه من بيتهم ما تقدرش ان تغيرها ابدا. ولذلك لا تزيد لا انتقادات ولا تسووا متابعات، علشان ما تشجعوا ضعيفين النفوس الذي مثل هؤلاء، مثل هدي المالع وغيرها. كل ما انتقدوها الناس كل ما زادت شهرتها. لا خلاص وقف، انتقد مره مرتين وخلاص وبطل، ولا عاد تزيد تنتقد. ان هي محترم وبنت ناس بتستحي وتخجل على نفسها وبترجع لاخلاقها ودينها، وين هي مش بنت ناس ومش متربيه من البدايه، ما بتقدرش ان تربيها ولا بتقدر انت تصلحها ساعة ما تشتي. بامانه بطلوا انتقادهم، بطلوا تتابعوا المثليين، بطلوا تنتقدوا المثليين، خلوهم يستفزوكم. هم مثل الشيطان بيستفزوا الناس، لا يدوا كلام يعني قالوا علي كسعة هذا تركي مدري ايش اسمه مصعب التركي ولا ينحامل يعني كلام ما يدخلش العقل. ليش؟ يشتوا خفيفين العقول، يسووا لهم بالتعليقات انتقادات وهم بيحصلوا زلط على الانتقادات هذه. يعني عندهم شهرة الانتقادات، سب العنه والعن والده ما يمسحش حقك التعليق ابدا لو تدخل لا داخل. ليش؟ لانه داري انه يستفيد، هو اصلا ما استفزك الا علشان تعلق. لذلك لا تدعموا هذه الاشكال لا بانتقاد ولا بلايكات ولا بمشاهدات ولا بمتابعات. وشكرا جزيل الشكر لهذه النموذج اليمنية، اقسم بالله العظيم اني لو ما اشوفها ارتاح، اتبسم هكذا لا اراديا. امرأة بمعنى الكلمة، مش من خرجت لي اوروبا ولا خرجت لي مصر ولا خرجت لي دولة منفتحة وفيها مسيحيين وهذا قامت قلدت الكل. عيب والله، هذا لا يخلقنا ولا اعتبرها يمنية الذي بتسوي هذه الاشياء. وعدلك بعض الرجال حتى اليمنيين يخرج دولة قريبة والسعودية ولا يبصر هناك التطور، رجع اليمن يبصر التطور في البلدان هذه قليل ولف، كأنه طلع كوكب المريخ، يرد اليمن للعصر الحجري. والله كثير الذي انا اشتي انتقد بجلس 4 أيام اتكلم انتقد ناس كثير والله يوطوا الراس. لكن خلي الخلق على الخالق. وثاني شيء انا نصيحتي للجمهور، جمهور هؤلاء الناس، شجعوا النماذج الذي ترفع راس اليمن، ابتعدوا عن النماذج المسيئة والنماذج القذرة والنماذج التي تعصي الله سبحانه وتعالى والنماذج التي لا تسمع الكلام. خلاص انتقاد مرة ثاني مرة بطل وخلاص وانتهى الموضوع. الأصيل يجي من بدايته، من شبع على شيء شاب عليه، يعني من التربية. أنا والله أمي عايش في أوروبا، تخيلوا أول ما عاشت في أوروبا جلست أول 4 سنين وبعدين منعوا عليها البرقع. اتصلت لي والله وهي تبكي، والله قالت ابني منعوا علي البرقع، أنا مانيش داري كيف أخرج، كيف أسير بين الناس، كيف
قلت لها يا امي عادي الحجاب الشرعي يكفي، ما في حاجه، طبيعي قديك ببلاد الناس ايش بتسوي، قد نظامهم قانونهم، اهم شيء ان انت شعرك. وهذا قالت كذا ما قدرت اخرج بدون برقع، كيف عاد شعري؟ لا لا الحجاب الشرعي موجود. والله ما جلست الا شهر وطلعت كورونا، هذه اجا ايام كورونا وما بعدها تلثموا الكل غصبا عنهم. والله اتصلت لها وانا فرحان، قلت لهم ما شوفي ربي كيف لثمهم كلهم، منعوك من الحجاب، منعوك من البرقع، اتبرقعوا كلهم الان بسبب فيروس، سبحان الله العظيم. المهم ليش انا ليش احكي لكم القصه هذه؟ والله العظيم على حسب اليمني الاصيل، المراه المحترمه المتربيه، ان ما تسير ما تتغير عن اخلاقها ولا تتغير عن عاداتها وتقاليدها ولا تعصي الله سبحانه وتعالى. انا هنا في الهند عايش، والله العظيم فيها الكريستيان والهندوس والمسلمين وعدة ديانات، عدد لا حرج. كيف تعرف المسلمة بين هؤلاء كلهم؟ والله بالحجاب، والله تعرف المسلمة بالحجاب، وشكلها فريد، شكلها هكذا يا أخي، حاجة هيبة، والله ما هو كذب، هيبة شكلها. يعني تخيل بين هؤلاء كل الناس تحصلها بالحجاب، تحصلها باللثمة، ما حد يقول من أنت. وبيشتغلن مسلمات في مستشفيات، وبيشتغلن مسلمات في مراكز وفي شركات ومحجبات، ما حد يمنع، ما حد يجبر أي واحد إنه يبعد حجابه أبدا. بالذات هذه ديانة الإسلام، معروف المسلمات بالحجاب، ما حد يقدر إنه يجبر مسلمة إنها تبعد الحجاب أبدا، وهذا الشيء معروف دوليا. لذلك لا تكون ندورنا أعذار الذي بتخرجين أوروبا ولا بتخرجين مصر ولا بتخرجين، دورنا أعذار يعني أعذار تافهة، وتقومي تخرعي الحجاب وتتجردي عن أخلاقك ودينك. هذا ما حبيت أوصل لكم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.